السلام عليكم. ترجم الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. الوصفة ديال اليوم عندنا مسيمنات بالورقة، واحد الحشوة كتجي معلكة وكتجي رائعة. رمضان على الأبواب، الواحد كيبغي يدير تشكيلة في المملحات، علاش لا. غنبدا نعطيكم إن شاء الله كل مرة وصفة، ونبداو دابا على بركة الله. عندنا ربعة ديال الكفتة، جوج كورجيطات كبار محكوكين، جوج ديال البرويات مقطعين قطع صغيورة، 4 ديال الخيزويات محكوكين حتى هما، شعرية صينية درت جوجات. كنخدم بديال الروز، ديك الباكية اللي كيكونوا فيها جوجات هي اللي درت. الربيع مقطع، مليحة، جبن مثلثات. بالنسبة للجبن المثلثات 6. راه شفتو انا داكشي اللي عندي درته مخلطه الصفر الابيض. المهم اللي عندكم في الدار راكم غديروه. بالنسبه للعطريه سكينجبير، البزار، الخرقوم. كنبداو نشحروا البرو هو الاول مع شويه الملحه والزيت. اللي بغيتو ديروا يا اما زيت العود يا اما الزبده يا اما الزيت النباتيه، بحال بحال. صافي هنا غير يطيح شويه البرو كنزيدوا ليه الكفته ونخليوها حتى هي تشحر. كنزيدو هنايا العطريه، سكينجبير، البزار، الخرقوم. عرفتوا البنات انا كنت كنستعمل البهارات الاربعه وما بقاوش عندي، تسالاو ليا. عرفتي هما هاد البهارات الاربعه، دابا نحطهم لكم ان شاء الله في الانستغرام. كيجيو زوينين مع اللحم الكفته، كيجيو رائعين. كنديرهم في هاد المسيمنات هادو، لكن ما بقاوش ليا. صافي هنا اللي شحرناها غادي نحطوها في الطبسيل. بالنسبه للخيزو القرعه غديروا ليه غير شويه المليحه والزيت. العطريه لا، راه العطريه اللي كاينه صافي كنديروها غير مع البورو والكفته. كتزيدوا لهم الشعريه الصينيه راها مقطعه. بالنسبه للشعريه الصينيه كنطيب الماء وكنخوي عليها، كندير شويه الملحه ونديرها فوق البوطه غير شويه صافي وكنصفيها. هنايا خليت الحشوه حتى بردات، عاد زدت الفرماج والربيع. بالنسبه للفرماج معكم مزيان مع الحشوه كي كتشوفوا في الفيديو، باش ما يبقاش لكم دوك الطروفه ديال الفرماج. وحتى الا معكتوه مزيان كتجي معلكه. هنايا كتاخدوا واحد البيضه، شويه ديال الحليب، شويه ديال الزيت، خلطوهم مزيان هما باش كندهنوا الورقه، راه كتعطيها واحد البنه وواحد القرميشه. كناخدوا الورقه نقسموها على جوج وكنبداو. بالنسبه للجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق، ياك دائما الجهه الحرشه الورقه هي اللي نديروها الفوق. كنبداو ندهنوا، كنهزوا واحد الطريف ديال الورقه كنديروه الوسط، وكنبداو نزيدوا الحشوه، غنزيروا شويه ديال الحشوه ونبداو نطويو الجهه اليمنى هاد الجهه اليسرى. وبالنسبه لهداك الزائد غنحيدوه ولا نطويوه لتحت كي درت انا. صافي وكدهنوا، تعاودوا دهنوا وطويوه على شكل مسمنه، راه كتجي على شكل مسمنه. هانتو غادي نوريكم واحده اخرى. ضروري من تدهنوا مع كتعطي واحد البنه سبحان الله هاد البيض والحليب والزيت. وهاد الطريف ديال الورقه حتى هو باش ما كتقطعش ليكم، مع ملي كنديروهم في لاباري ديال البانيني. الا درنا غير ورقه واحده غادي تخرج الحشوه. آه. زعما راه ساهلين البنات، ما صعابش. هنايا عاودت الخليط سالا ليا وعاودت حيتاش كنبغيو ندهنوهم ملي نبغيو نديروهم يطيبوا. طبعا لاباري كتكون سخونه وكنبداو ندهنو ونديروهم يطيبوا. البنات اللي ما بغاش يطيبهم في لاباري بانيني او لا كاين اللي ما عندوش، راه ديروهم حتى في الفران، حتى في الفران راه كيجيو زوينين، غير ضروري يدهنوا.
نتوما شفتوا كيجيو محمرين تبارك الله. بداك الخليط، داك الخليط كيخليهم، داك الحليب والبيض والزيت كيخليهم يتحمروا، كيجيو محمرين. وهنا كيتسالى الفيديو، صافي سالينا مسيمنات ديالنا بالصحة والراحة. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى بحول الله وقوته. وما تنساوش تدعموني، الله يجزيكم بخير. غادي نحل لكم واحد الوحيدة تشوفوها من الداخل، ويلا نخليكم في امان الله وحفظه.